عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى أكلة حلوة جدا. هنعمل ورقة لحمة موزة دايبة دوب، حاجة جوسي كده من الآخر. هعملها معاكم بتتبيلة جامدة جدا، هتطلع الورقة طعمها بجد لذيذ آخر حاجة. قبل ما نبدأ بقى وصفتنا، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة لو لسه ما عملتوش اشتراك، وتعملوا لايك وشير للفيديو. وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس، تعملوها على الكل عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله. وصفتنا سهلة ولذيذة جدا، مش هتاخد منكم اي وقت خالص. شايفين دايبة دوب؟ بجد طعمها كان خطير. يلا بقى نبدأ الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنجيب ووك او حلة غويطة، هنحط فيها معلقة كبيرة من السمنة، هنسيبها تسخن كويس جدا، وبعد كده نكون محضرين قطع اللحمة اللي هنستخدمها. انا استخدمت قطع لحمة موزة نص كيلو، حطيت عليها معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. لو متاح عندكم اي قطعة لحمة تكون طرية شوية في السوا عشان تبقى جوسي جدا كده معاكم في ورقة اللحمة. نزلنا بقى بقطع اللحمة بالشكل ده، رصصتهم جنب بعض. هحط رشة بسيطة من السكر عشان تدينا تست حلو جدا كده، وتبقى فيها سنة كرملة. اول بقى ما تاخد صدمة على جنب، هقلبها على الجنب التاني. هفضل اشوح فيها كده، يعني اسيبها دقيقتين على كل جنب، اشوح فيها لحد ما توصل للون المطلوب. والنار بتاعتنا اعلى من المتوسط لحد ما تاخد اللون الخطير اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، لون التحمير الحلو ده. هنكون محضرين مية مغلية، نزلت بكوبايتين او 3 مية مغلية، يعني غطيت اللحمة بسيط كده زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى على النار تعيش حياتها، ونروح نحضر الخضار بتاع بقية الوصفة. عندنا هنا بصلتين، حبتين بطاطس، جزرة، طماطم، فلفل اخضر، كام شريحة فلفل الوان كانت متاحة عندي، 3 فصوص من الثوم كبار. هبدأ بقى ان انا اقطع فيهم. هقطع البصل كده ترانشات بالشكل ده، دي بصلتين كبار. على حسب برضو كمية اللحمة هتحددوا الخضار. هنقطع البصل بالطريقة دي، والطماطم كمان قطعتها شرايح رفيعة بالشكل ده. وعندي فلفل اخضر، والجزر برضو هقطعه ترانشات كده رقيقة برضو، بيدي طعم لذيذ جدا في ورقة اللحمة. وكان عندي كده فلفل الوان بسيط، و3 فصوص من الثوم كبار، هقطعهم برضو قطع صغيرة بالشكل ده. تقدروا تستخدموا الكبة وتفرموا فيها الثوم، انا قطعته تقطيع صغير بالسكينة بالشكل ده. بعد كده بقى هنقطع البطاطس، حاولوا ان انتوا تقطعوها تقطيع رقيق قوي، انا بحب ان انا اقطعها تقطيع رقيق. خلاص ده كده كل الخضار اللي احنا استخدمناه. بعد كده بقى هنبدأ ان احنا نبهره. حطيت رشة بسيطة من السكر، هنجيب 11 بهار من كنور، هحط معلقة كبيرة. لو مش متوفر عندكم تقدروا تستخدموا بداله 7 بهارات او البهارات لحمة، او تعملوا كده ميكس بهارات، يعني المتوفر عندكم تستخدموه. بعد كده هحط معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة ملح، ونص ليمونة، نص عصير ليمونة. وبعد كده هحط معلقة صغيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من الزيت. هنلبس بقى كده جلافز في ايدينا او نستخدم ايدينا على طول، لازم نفرك كويس جدا البهارات مع الخضار بالشكل ده. شايفين؟ يعني كأني بعجن فيهم. انا عايزة الخضار يبقى كله ممتزج مع بعضه بالبهارات. الريحة بقى بتاعت الخلطة دي كانت خطيرة، التتبيلة بجد كانت طعمها حلو جدا. بعد بقى ما فرمتهم في بعض كده، هسيبهم في التتبيلة لحد ما اللحمة تخلص ال3/4 سوا بتوعها، يعني لحد ما تتشرب كمية المية اللي انا حطاها. هخليهم منقوعين في التتبيلة. هنا كان فضل صوص. لما الصوص يتشرب بالشكل ده، ببدأ ان انا احط الملح. حطيت كده رشة بسيطة من الملح، يعني معلقة صغيرة ممسوحة من الملح. وهسيبها برضو على النار لحد ما تدينا الصوص البسيط النهائي الأخير، لحد ما تتشرب المية اللي قدامكم دي، وتدينا الصوص المكرمل الأخير. هي في النهاية بتكون أخدت 3/4 سوا، وبتكمل
السوا بتاعها في الفرن مع الورقة. شايفين اللحمة شكلها تحفة. وهنا خلاص كانت اتشربت المية، وده الصوص المكرمل اللي انا قلتلكم عليه. شايفين شكلها قد ايه تحفة. هنجيب بقى الخضار وهننزل بيه واحدة واحدة على اللحمة. هنزل بكمية الخضار. شايفين الخضار منزل مية بتاعت التتبيلة. قعدناه شوية حلوين في التتبيلة. هشوحه بقى كده لمدة دقيقتين، يعني دقيقتين بس كده، مجرد ان احنا نقلبه مع اللحمة وتتبيلة الخضار تدخل في اللحمة وكل حاجة كده تمتزج مع بعضها. هسيبها دقيقتين عبال بقى ما نحضر الصينية اللي هندخلها الفرن. هجيب كده صينية مدورة، تقدروا تستخدموا صينية مستطيلة مدورة الموجودة عندكم. هحط كده قطعتين فويل عكس بعض. بجيب قطعة بالطول وقطعة بالعرض. وبعد كده هنجيب ورق زبدة هحطه عكس الفويل، يعني اخر ورقة فويل قدامكم بالعرض هحط ورقة الزبدة بالطول. هشوف بقى المقاس اللي انا عايزاه، قطعتها اهو وهحط واحدة بالعرض عكس بعض. بنحط ورقتين فويل عكس بعض وورقتين زبدة عكس بعض. وبعد كده بضغط لجوه عشان اشوف بقى الصينية بتاعتي الشكل بتاعها عشان انزل بالخضار فيها. بضغط كده بالطريقة دي. خلاص تمام كده. هنجيب بقى الخضار، نزلت بالخضار كله والصوص بقى اللي اتبقى في الوok بزود عليه كوباية مية بالشكل ده. شايفين؟ وبعد كده حطيتها على الخضار واللحمة. تمام كده. هطلع بقى اللحمة على الوش بالظبط كده. وبعدين هبدأ ان انا اقفل ورق الزبدة الاول بالشكل ده. نقفلهم كويس جدا. هنقفل الورق على بعض بالطريقة دي. وبعد كده هجيب ورق الفويل وهبدأ ان انا الم بقى ورقة اللحمة معايا بالشكل ده واضغط عليها. تمام كده. هنحضر بقى كوباية مية سخنة هحطها كده في جنب الصينية وعلى فرن سخن أعلى درجة حرارة أول نص ساعة، وبعد كده درجة حرارة 200 لمدة ساعة ونص. كده ورقة اللحمة أخدت ساعتين، وعلى الرف اللي تحت الرف اللي في النص على طول. هتطلع بقى معاكم بالشكل الخطير ده. هفتح بقى الورقة معاكم. يبقى ورقة اللحمة أخدت ساعتين. حابين كمان تطولوا المدة لو قدامكم وقت يكون كويس طبعا، يعني كل ما بتبقى قاعدة على درجة حرارة هادية وتاخد راحتها خالص في التسوية بتطلع معاكم جوسي أكتر. اللحمة بقى مش قادرة أقول لكم، شايفين دايبة دوب، مجرد ما بتمسكوها كده بتدوب معاكم. والخضار طعمه خطير. التتبيلة اللي احنا عملناها كان طعمها بجد جبار، مختلفة جدا وطعمها مميز. شايفين اللحمة جوسي آخر حاجة. الوصفة كانت لذيذة وبسيطة وسهلة جدا وطعمها بقى شهي قوي. شايفين بقى ايه الجمال ده، خطيرة آخر حاجة. تقدروا بقى تقدموها جنب رز أبيض أو رز بالشعرية أو تاكلوها بالعيش زي ما أنا عملت كده. ورقة اللحمة يعني لازم بحبها جدا بالعيش. لازم بقى تجربوا التتبيلة الخطيرة دي وتجربوا وصفتي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا كمان لايك وشير للفيديو. هستناكم بقى في فيديو جديد. يلا باي باي.